بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، تغنوية بقرة سورة أحر درسut إن شاء الله. تأقى ويا هرا قوست ورولة درسير ويسوت نيرة شبعة دوست قولش آية تعلق سيلع وش الله دالبو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبودة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لقسيلا وش الله دالبو نقع شاش نوقع نسلح شين يازديريق أتكرينح زقلت لوكر أما نقع شوخ تع وقنخ تيش ولح شيخ تيشين شو يوخ ديرز دويلة شيخ تيشن ديتنرق شين ديلخ الله أقويريل إز ما حول دي شاش دينا تيوشل طي حول دي چن دوغ قحر چن دوغ دو الله هو شو أشديريق. إمام البغوي سهق آية تفسيرا قعبوه ولا تس أقا برنامج تاعها ويحاول تحر درسا قح تحر دين دول تفسير آية تفسير حلقة على عدو يجدر تاجي محل لشت قوتشن تاجي محل لستيجاها. وإن كنتم على سفر العدو ولشتو أما جيني تحما شاما يرحيو شاما در حدو وشتو آية تأقه آية قحا. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة بوشتك. قرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن الديشتار فرهن الديشة فرهان بوشتك دو إذا فرهن الديشة بضم الهاء والراء. وقرأ الباقون فرهان ال وهو جمع رهن رهن بوشتول دشنا جمع دو إذا تاق زلوج بودو قز ورسي مرتعلش مثل بغل وبغال. مثلا بغل بوشتول دوشتون جمع بغال موخل أتون اختير دوحون إزباخ تاق ويرب عرزيوق إذا وجبل وجبال ال مثلا مخلر جبل وجبال ال مخلر. والرهن رهن بوشتل دوشتو جمع الرهان رهاني جمع دو إز جمع الجمع يعني رهن آلشا إذا رهاني جمع دو رهان جمع دو جمعي جمع رهن دو. قاله الفراء والكساء سأل. وقال أبو عبيد سأل وغيره إيواتشارع هو جمع الرهن أيضا رهن بوشتل دوشتو يتون جمع دو إز باهتار مثل سقف وسقف رهن بوشتول دوشن جمع دو إزبو مثل رهن آلر مثل سقف وسقف مخلر. وقال أبو عمرو سأل وإنما قرأنا فرهن آله دي ششاش بو ليكون فرقا بينهما وبين رهان الخيل تاقا. يقول حال عدغان دول رهان رهن آل رهان يتنا يقح رهان الخيل يقح باشخو خلي ترحام دي ششاش باتال رهان الخيل بوش دقا إز أول تنخا تاقا مثلا خيل الرهان أجتع زلوق دعلوش الجور يقز مثلا جور شخاخ جناحا يقوم يلش يلح مثلا هر جور إيشها أسر جور دعلو رهن أولي يفزلوج لقطوه أسكيبرا أتناق أستم خلي ترحامة تاني يقع أستم خلي ترحام شاشة رهن آل دي شباه داق أبو عمرس. وقرأ عكرمة سمودشة فرهن آل دي شتو بضم الراء وسكون الياء وسكون الهاء تاخ سلطة. والتخفيف والتثقيل في الرهن لغتان. بس إذا رهان آلر الرهن آلر مثلا تخفيف يرتقع تثقيل إذا شيء لهجة تيز
رهن بوشتل دوشتر حياق تشينها لغتان بوك ويحلقوا مهالر إذا لهجة شيء لهجتان يبوك شيء ديالكتيز مثل كتب وكتب مخلر ورسل ورسل مخلر. ومعنى الآية إن كنتم على سفر ولم تجدوا آلات الكاتبة نقعسن شنو أقايت معن هدو شنو قع نستلها شن كرتياها آلات الكاتبة دعيازي هم تكريق شن مثلا يعني دعيازي الشقوات قسيقا فارتهنوا أشتقاها ارتهان يويل بوغ فارتهنوا أي زلوغ هم لويل أش زلوغ هم لويل تاقا ممن تداينونه هو تنخا أش ممن تداينونه أش ديقرن لوشل هم يتنخا زلوغ لويل أش يعني أحديقرن حتى هم حيوتشو أحيوتشل هم دوحل زلوغ هم لويل أشبا رهونا لويل لتكون وثيقة لكم بأموالكم إذ خلي ترحام وثيقة بوغا توشل ديشتو كيخا تقز مثلا يا زي عقد موخل نبريمير أكت سن دوكومنت أس كيبر شون إذ وثيق خريولش أغو خريولش يبيلغل داقش شون تيش مي شون تيش خطر دولش كيخا سن إذ خير دولش بأموالكم شو داخنين واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض داق علم شنو اتفاق لهنا الرهن يوي زلوغ لوشلهم إذا قوش تخلر إلا بالقبض كرد عيل شيء بهم. وقوله داق نعم وقوله فرهان مقبوضة بوشتغا آية أي ارتهنوا وقبضوا الشزلوغ هما لويت إحاء يتيل بوغدو الشيء لوشو حتى لو رهن ولم يسلم فلا يجبر الراهن هجلا حتى لو رهن ولم يسلم مثلا تمشى زلوغ هم لو إلي دلحتو كرد عسي إلي قز فلا يجبر الراهن على التسليم إزلوغ هم لوش وقوي تنقر نتقشة دعيو تريات إزباغ فإذا سلم أما تعد علىها لازم من جهة الراهن إزلوغ يلچن آغور لازم خيردو حتى لا يجوز له أن يسترجعه ما دام شيء من الحق باقيا حتى لا يجوز له تنمكش تخلي ترحامة أن يسترجعه يخحلوش يقال ما دام شيء من الحق باقيا حق دولشتل هما لا تشمليو مثل داليشا هو تنخا أس حوغر ديقر هم يقن يغ أسحون أس حوغر ديقر يقن هم اندوحل زلوغ هم يلق حوغ إزلوغ هم أس حوغ يلها هو تنخا حجلا إزلوغ هم يلها سحوغر إسون إزلوغ حلو بقوة خريات أس حوغر إداقن دول ديقر قوش دلت ويجوز في الحضر الرهن مع وجود الكاتب مثلا نوقع ووشة وحيت أحول شينح يرهن إذا لوغي لوشيل إذا يلمكش دوحون مع وجود الكاتب اتمتع دعياز يستقوى لحقه. وقال مجاهد سأل لا يجوز الرهن إلا في السفر عند عدم الكاتب لظاهر الآية. مجاهد مبوغ يرهن يلمكش دات باختو إلا في السفر نوقع بهم عند عدم الكاتب يا دعياز يشو استق واتح مثلا نوقعو دعياز استق وات اتمتع بهم معونا زلوغ هم يلمكش دات بوغ يقشل ديقرخ لظاهر الآية هو قاية قاع بيلقل وين هو تنخ بيلقل دالجنت. وعند الآخرين خرج الكلام في الآية على الأعم الأغلب لا على سبيل الشرط. دلحة بس قبل علم شناخوالا هق آية قاعدين الرقم يلدوي مثلا يزلوغ هم يلر دوشتل هر آية آردا لهون باتر في الآية على الأعم الأغلب دق حول عنا دقنا ناخا نقحا دق حول عليوشتل همن
لا على سبيل الشرط أسلوبي ثاني داتون إزبا توش تبيلقى الأسلوبيات تقاية تنقدال خواتو شكبو دلاحة ناخا نوقع دقو ليش تكدوق إزبا يبو قدو هنوقع ويتشوال شا هونا مثلا تيش ديقر لوش لهم دعياز يستقوا تحا اتحا اتنخون تيشم خلي ترحمه إز يوخ ديرز درحمه أعزلكم ياق مك شخلر دوتي قاعد دويش تكبو إز مثلا قيش حاليلو مجر دو بوغ دو إز بس ناخن يقع دقول عليه يشتل هما أتكي برا أتحول على مجر دو يبوغ دو والدليل عليه إذ وبشم ليش خلان دليل هدو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم دليل نقر عليه الصلاة والسلام دي نقدو رهن درعه عند أبي شحم اليهودي أبو شحم اليهودي جكتي خلوالله تنك دليل عليه الصلاة والسلام شيء درعي كالشوك إيا الخلاف زلوغ ولم يكن ذلك في السفر ولا عند عدم الكاتب إذ دا ترحونا ديل يشنو نوقع تنجي يلا تا نوقع مسافر والشنا يلا ياتريز يا إدعياز يستقووش يلا ياتريز بس نوقع واتريز يدعياز يستقوور هتي ديل يشنو عليه الصلاة والسلام شا دي قرن يحقن هم اندوح الزلوج يليربا فإن أمن بعضكم بعضا نقعسن شو ووشخة تيش مخلع يشون تيش مخلعها وفي حرف أبي تن قراءة على أنه فإن ائتمن آل دي شتو فإن ائتمن آل ومتى فإن أمن آل دي أنك مثلا حفصنا قراءة حقاية محمد أخا أبين حقاية دي أنك فإن ائتمن آل دي شتو يعني وإن كان الذي عليه الحق أمينا نقحسن شيء حق دي استيش مخلعها عند صاحب الحق شيء حق دولشن جرجها فلم يرتهن منه توتن جرزلق هما تياقع شيئا تحني آغورة لحسن ظنه به تندك اويل خلر بحن دولش أخ تو هدويل باهتو فليؤدي الذي اؤتمن أمانته شين اتيشم شيخ تيشن خلقوي شين تيشا يقدر ديل خلق تو هدويل باه الله عز وجل أي فليقضيه على الأمانة شين الدين دول تيش منا توقوش دول يحق وليتق الله ربه في أداء الحق يحق قوش ترجع الله أخيرا قيريل داتلوش معين إز ثم رجع إلى خطاب الشهود تلتع الله عز وجل تيشخوش برشبوي تيشخوتوش برش تارجع شي خطاب دعير زينة تارك شي خطاب يشيوخ بيرزن الله عز وجل وقال الله بو ولا تكتموا الشهادة أشأتيش القيل محولش إذا دعيتم إلى إقامتها نقعسن شو قيقها تيشل دي ال تيشل دخيت ال شو حقيقها شو حقيقا شينها بوغ دو إز تيشل القيل محولش ال نهى عن كتمان الشهادة الله نهيدنا شهادة قيل دهرن وأوعد عليه إشت الله عز وجل شهادة يعني تيشل قيل حشبول كان قيرم تيسا فقال الله بو ومن يكتمها فإنه آثم قلبه تيشل قيل حشبول إذا تندق قلتين دوق دحون تنبو الله عز وجل أي فاجر قلبه تندوق بيخذل دحون قيل ما أوعد الله على شيء كإعاده على كتمان الشهادة الله عز وجل أوعد شاوين ميات على شيء تنهمن كإعاده على كتمان الشهادة لقد إذ يغدال درتا على كتمان الشهادة تيش الله قيل دحرن الله تيش القيل حوش برشبوي تارنا ينا إجاو تيردقنش بيو خردو آل تيردقنش قلتين خردو آل قال قول تحا قزعبو لقسيل عوج الله دالا فإنه آثم قلبه آل وأراد به مسخ القلب بوغ قبح القلب بوغ دو إز دوغ بيو خلر دوغ إز دوغ بيو خلر نعوذ بالله من ذلك والله بما تعملون الله أشليلوش دقا شوشن بوغدوز أي بيان الشهادة وكتمانها الله هنا أشدش دقا شهادة بلغل داقر يعني تيشل
تيوشل حقوش داقر يا إقيل داقرة عليم خوشوشن إز الله أن خوشتوشن شو إقيل خوشتو يا إذا شو حقوش داقشتو. سلطة بولق سيلا وش الله دالا تعدو أصل آية نشكحها لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. الله هندو ستيغلان شكح ميل ديرك الله تنت اعمل ديرك شين دقنش كع ديرك اش قوش داقاحة يحول داحة تنخ اتحنح يسب ديدوشن الله جيتش دوت وشين لؤچن عازب الله توشين لؤچن الله دلوچن نتقوچو الله مسو هم تشاد هم نتقوچو لقسيلا والله اقا امام البغوي سوق آية تفسير ديشين عبو لله ما في السماوات وما في الارض بوشتك ملكا الله هندوق عز وجل يعني ملكا وأهلها له عبيد وهو مالكهم الله هنتقلن شكاحة الله تدعمل ديك دو ألشا شامل دول بتشحل الله قعدو وأهلها أتقلن الله تدعمل دول أهله له عبيد تنليش بوش وهو مالكهم إتير بتشحو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لقوق آية كها اختلف العلماء في هذه الآية علم شنو اختلاف خلال آية تنقح فقال قوم تبول شار الله هي خاصة إذا قاستا تبول شار دحون بوخ ثم اختلفوا في وجه خصوصها تول تحتيرة اختلاف خلال حين حقه قاستا دهر آية فقال بعضهم تيرة تبول شار إيلر هي متصلة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادة آية دوسندو ألا تحبول شار قال بعضهم تيرا تحبول شار بو هي متصلة هر آية خوت دلدو دحر خلد الآية نزلت في كتمان الشهادة تيش الله قيل حشبول شير حقع دوسن شنت أو تخفوا الكتمان يحاسبكم به الله يأشى نزلت في كتمان الشهادة أو تخفوا الكتمان نقعسن أشا إشاش قيل حوش خلر قيل ححا قيل دححا يبو قدو مثلا الله عز وجل قل حلقر آية نقحويلر أشا شيك تيشل دي أش تيشل ديلشني تيشل قيل محولشني تولسونخ أش إشاش قيل دحر تحن قيل ححا يحاسبكم به الله تنخ شن حيسب دي دشن الله تنخ شكبرت خاطر بشن المعنى داقن وهو قول الشعبي وعكرمة دويز وقال بعضهم تيرا تحبول شاربو نزلت في من يتولى الكافرين دون المؤمنين هر آية دوسندو كرست ناخت جرجر ليلوش بولشارنا إيمان دلن بولشارنا دوش يا مثلا إيمان دلن بولشان جرجا حق إشتا كرست ناخت تاني جرجر لو ليلوش بولشان حق دوسن دور آية بو يعني وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكفار نقع سنة أشا حبيلقل دهقح شي دقشو عدولو كرسناخس دول جرجرلو أو تسروا يحاسبكم به الله يا أش إقيل حقا أي نقع سن أش كرسنا تاني أش ليلوش دول جرجرلو دهقا إشين دوت خليتر أشا إز قيل حقا يا أش إز بيلقل دعا لحقا يا بيلقل ناخك دعا تحقا يحاسبكم به الله شنا تنخ يسب دي دشن وهو قول مقاتل كما ذكر في سورة آل عمران إذا مقاتل سأل دول دوش دحون كما ذكر في سورة آل عمران إشت الله عز وجل آل عمران سورة شوحة الله عز وجل آل عمران سورة شوحة إذا حقيد مخلرة أقا هو تنخى مشاور سوا نعم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
إيمان دلن بوشنا كرسنا شينا ناقوستي مليوتيل بوس إيمان دلن بوشنا خن جرجع تاقا إلى أن قال إشت الله عز وجل قد حدوشت الآية اشتقاتشلس ما الله را اشتقاتشلس قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله أحقال نقع سنة أشقيل حاحا ما في صدوركم شيء دقنا الشعدقة يأش إز بيلقل دقا يتحا يعلمه الله الله أنه اشتوشن إشاء درقة سوق تاحا جيني تان عدو وش دور قد أما هو برنامج تاعها داليستي اشتوشن نسوقها إيش البرنامج تاعهم كيك دو قارس عجم دعدا غندل آية شنا بدل جين يشون برنامج تاع عيوش كوق آية شن بخاه سول دعبو وذهب الأكثرون إلى أن الآية عامة علم شناخ وذهب دقوب علم شناخ هو هر آية طريق الحلق الآية أشا شيء دق شيء دقنا الشعدق قيل حق يبلغ دعا لحق يعلمه الله أن خوش دوشن إشادق بوشتق إشتا الله شون تسونا خا حيسب دي دوشن بوشتق تحقا دقوب علم شنا إذا ما السيري حقا دو إزبو ملخش أدمن حقا دو إزبا ثم اختلفوا فيما فيها تلتا حاسد اختلاف خلره تار أبشي ما السيري حقا دو إزبو شنقح فقال قوم تحبوا تشار إيلر ثم اختلفوا فيها في هذه الآية تلتا حق آية تنقح اختلاف خلير سير فقال قوم تحبوا تشار إيلر هي منسوخة بالآية التي بعدها آية منسوخ دو حكم نسخ دين دو دعدا قندو بالآية التي بعدها تنتحدو الآية الثانية إذا وين يحدو وردو والدليل عليه تندلل هدو ما أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان أخبرنا مسلم بن حجاج حدثني محمد بن المنهال الدرير وأمية بن وأمية البسات بستام ورمى شو صار بستام لازم دوقة بستام العيشي واللفظ له قال أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ديل يلشن دوسين شينا لله ما في السماوات وما في الأرض بوشت الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بوشتك الآية شقدالت قالت سؤيلر اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو هريرة سبو آية خلش ديل يلشن أصحاب شن فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب إيش ديل إلش والشي بحكنا شيقولش دي وحي جدش فقالوا تار إيلر أي رسول الله هاي ديل إلش كلفنا من الأعمال ما نطيقه تخونا عملش تأيخ كنق تخنيت قوشر بوشيل كلفنا من الأعمال ما نطيقه تخون عملش تأيخ كنيرة ما نطيقه تخنيت قوش يلا تخنيت قوش بالعمل شر تخون تأيلن الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية تأخين سحوك هر آية دوسنا ولا نطيقها تخنيت قوشر ما بات هق آية تنقحها دولشنقح أي الشي دقنش شحول ديش دولشنا تحنا دال شن حيسب ديدو بوشلشا تخدقنش شو تيب همنش مدو تخون اتخدق شو تدائيتا تخنيت قوشر مبات بوكسندو إز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تاق ديل يشنو يلر عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم شلو اشتو تاق آله شو الحلقة شي جين دوسن خلبول أهلنو ألق سن مثلا بنو إسرائيل تاق هو تنخ شين توراة دوسن خلرشة إشتا نصرانيشة شين إنجيل دوسن خلبول سمعنا وعصينا تار آل خل دقدري تخون خزت خو عيسى خلي آل يالو شمداش شو يلير تارك ديل يشنو عليه الصلاة والسلام
بل قولوا مخلي أش الله شنية سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آلي تخون خزق خزعون تخون متأخلحون جشنية تخون تخديل وإليك المصير حيوك درس ديش تقطو آل بس هق آية تاني نسخ دينا باغ إلا قعدوا الآية تنتعبوا العلم شنا فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم تاق ديل يلشن صحاب آية ديشة وذلت بها ألسنتهم تير متشا متأخلش بوغ دو إز تير متش دوي إيش متأخلش ذلت بوغ قزحة أطاعت بوغ دو إز أنزل الله في أثرها الله عز وجل تسنت أحد وسير آية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى تار إشاي شيك دي ألك دين شينحا الله عز وجل نسخها الله تعالى الله آية النسخ دير لا دولقع دول آية تري النسخ دير باخ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت بوشتل هر آية الله تدل شدات سنة إلا وسعها تنزقو شكبم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يعني هق آية ثانية نصدر بقال قال ديلش نقدر نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الهر آية دوشة قال نعم ديلش نها إلر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ألشة قال نعم إلرتو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم ها إلرتو نعم الله ها إلربو الله هن يعوشتو نعم هر هند حدالوش تقوزه هر حديث صحيح مسلم شادين حديث توه هر أطلق على الشبري لقى دين دول آية دري هو تنخا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله بوشتك أشا شدق شكير عدك أش يحول داح يبيلقى دعا لها الله تنشن حسب دي دوشن بوشتك أتس آية النسخ دينا بوشار دليلا دالوش تو هر حديث تول دعبو دلاحة علم شنا اختلاف خلا إدر كوي إز نسخ دينا تون يسدينا آل تول دع روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه سعيد بن جبير ابن عباس هق معنى نجاح تارة ديسن حديث وقال في كل ذلك وقال تؤال في كل ذا وقال في كل ذلك لقصيد عوج الله دال إيدر أتمسوا آية كحا قد فعلت أسدنشن إذ بدل قوله نعم بوشت الله دش متن مثلا ابن عباس سعيد بن جبير قال دي أن الحديث توي تجاها نعم من متح قد فعلت آل دي أن باحته وهذا قول ابن مسعود دويز وابن عباس دويز وابن عمر رضي الله عنهم وإليه ذهب محمد بن سيرين أتون دعورة ومحمد بن كعب وقتادة والكلبي وهذا قول بوشتك يعني آية النسخ بوشتك دوشنا نقوز على وشتك أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصفهاني أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه أخبرنا يعقوب بن يوسف القزويني أخبرنا القاسم بن الحكم العرني أخبرنا مسعر بن كدام عن قتادة عن زرعة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ديليش عليه الصلاة والسلام ألا الحدالش حديث أبو هريرة رضي الله عنه إن الله عز وجل تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به ديليش نبو عليه الصلاة والسلام الله عز وجل سأمة جتنا ما وسوست به أنفسهم تير سنو الشأ تانديش دول وسوس شخ ما لم تتكلم تار إشي بقخل حقلت أو تعمل به يتار تنتعمل يلت
أخرجه البخاري ومسلم هر حديث. وقال بعضهم الآية غير منسوخة لأن النسخ لا يرد على الإخبار. تحبول شعر آية تنسخ دين دات بو تنحكم أتمني دين دات بو هند آلشا نسخة إز دوغش دات على الإخباري إخبار ديتر دوي مثلا قاية تنقع ديتر ما دوي زيقا يا أمر دات يا نهي دات ديتر أن نسخ دوغش دات باتو إنما يرد على الأمر والنهي بقولا نسخ حند دوغشتو أمرس دي أندول آية ينهي دشتل آية دوغشتو نسخ با. وقوله إشت الله دوشا يحاسبكم به الله بوشتغا خبر إذا خبر دو ديتر دو إز بس أمر ما داتيغا ينهي داتيغا لا يرد عليه النسخ تنت نسخ دوغش تخلبو. ثم اختلفوا في تأويلها فقال قوم تلد يعتير اختلاف خلر أت آيتنا تفسيرا قع فقال قوم تعبوا شار إيلر قد أثبت الله تعالى للقلب كسبا الله عز وجل دقنا تو يشل عمل يريد كسبا بوغ كسب العمل بوغ دوي عمل يرى إذ شاهدنا الله عز وجل بو دقن إذا إثباتنا تن. فقال لقصيد عوج الله دال بو بما كسبت قلوبكم قل حلقة عدان آية كعمدار بقرة شو دقنا شا دقن دولهم تار قولدن دولهم فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة من جوارحه أو همسة في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسبه عليه. ناقا الله تعالى موات تو شيء عمل يقيليح يتو إذا حقيتا خلولو شيء دير ميجين شتاني من حركة من جوارحه شيء دير ميجين شتاني تو ينخل العمل أو همسة في قلبه يتن دقشو خليولو إلا يخبره الله عز وجل تن دخا ايتنا بما تو ينخل العمل تو يختل دعتن حيسب دينا بم تنخ ثم يغفر ما يشاء ويعذب بما يشاء تلدع الله عز وجل شين لأچ من جيتش ديدو ويعذب بما يشاء شين لأچ أغورا تعذب ديدو تار دين دولقين واشا. وهذا معنى قول الحسن حسن البصري سأل شنو يدل عليه قوله تعالى أتن تنس يشتحون الله دوشا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بقولا حخزر حجر حدوق كل أولئك كان عنه مسؤولا أتشاد دول شمنخ دال خطر دول شلحون. وقال الآخرون بسنشار الله معنى الآية أن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم. هق آية ما عنده باب قيشارة هق آية ما عنده الله عز وجل حيسب ديدو شلر شي خلقنا بجميع ما أبدوا من أعمالهم تير شامل شي بيلقل حقية خلال عمل شخا أو أخفوه يتار قيلحا خلال ويعاقبهم عليها الله عز وجل تانا تير تنو بيقن بيربو تارين خلال عمل شخ غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعلموا غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه خلديشن يعلموه بوشتغا غالطو حجلا. غير أن معاقبته على ما أخفوه مما لم يعملوه خلديز بما يحدث لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمور التي يحزنون عليها. وهذا قول عائشة يعلموه عشنيس خلاف. غير أن معاقبة الله بيقن بوي إبو ترقى على تار قيل دحن دولهمن مما لم يعملوه تارين يوتش العملخ بما يحدث لهم في الدنيا تان خلش العمل شا دنيا نحا تان دنيا نح خلش هم نشخا من النوائب يش نوائب خلون شق اشتيوخشل من شدائد المجد مصائب الشيء إذا نيس خدو تيجا شا نوائب بوشتغا نائب بوشتل دشن جمع دويز إذا مصيبة شديدة يجوبل هو مصيبة يجوبل مصيبة يقز
والمصائب والأمور التي اشتقدوا بالغش التي يحزنون عليها إش غير يخولش بلو شيء قرد شين إدي أندول شمن. وهذا قول عائشة رضي الله عنها قالت معنى الآية أن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوه ويعاقبهم عليه ويعاقب سوتان سيرخ بيقن بيربو تاق إتو بيش بولتان بيقن خلر دو تقبوك سندو إذا تان هو دنيا نات إبوش بول بالنش بوي مثلا مثلا تارش دق تار قيل دهان دول تار لاتين دول قنواش خليلز مثلا قيل ده دول تي دق شو دين دولش دول هما يتارش دير ميجنس دين دول ينيولا تعاليولا عمل شوي الله تانا بيقن بير بو اما تو تان بيقن بر مو خير دوبا الدنيا نحا تان تبوش بول بالنش تاني خير بوبا أردوكو نغلوش ديك عائشة رضي الله عنهما الله سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال أسأ ديلش عليه الصلاة والسلام خاتره آية نخطو إيلر يا عائشة هذه معاتبة الله العبد هرى الله عز وجل بيحك قردحون ليجر بما يصيبه من الحمى والنكبة تنتبوش بالبالنخا تنقوش دلهم نخا من الحمى داقرخ مثلا والنكبة يبال بويت ابوش بول تنخ يعني مصيبة حتى الشوكة والبضاء وحتى الشوكة حتى يتنعوتلش تلقاه تلقى والبضاعة يضعها في كمه فيفقدها اشتتو شيء اتوارمك شو يلشل شيء تايول بارتل او تنا نوح جماعة شو يلشل تايول هم شو يشا فيفقدها يختو إش يشيلو فيروع لها قيرم بوستن دقشو إهمنا الشين تدعش حتى إن المؤمن إيمان دلن خلوستقى يخرج من ذنوبه إشيقين وشر آروي روحون كما يخرج التبر الأحمر من الكيري التبر الأحمر بوك إذا تندشي دو إذا لا مثلا تعرازنا سبلاو شقر لا لدين تين دشي حد يقش مو خردر إدو إز التبر الأحمر بوق الذهب الخالص بوق دو تين خلول دشي مثلا يترجع إشايو سبلاو لا لين أتي شامل البيوخل دعايقا تين دشي حما داقر أتكيبر الله عز وجل إيمان دلن والستقى مواقر أتقين واشجر وقروا بو إقين واشجر تنتبوغش بول إبالان شتان هر حديث أخرجه الترمذي وضعفه الألباني ضعيف هذا الحديث دلاحة هو معنى نجاحة ده كان صحيح حديثه تبوغش بول بالان شتان دال قنواشن جيش تشخلر سلطع أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا عبد الله بن صالح حدثني الليث حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أراد الله بعبده الخير يعني أنس بن مالك تيسر حديث ديل يشنو عليه الصلاة والسلام ريال الله لينا إذا أراد الله بعبده الخير الله شي لين ديك دليك عجل له العقوبة في الدنيا توتن بيقم سيخبو دنيا بيقم بوتوتن وإذا أراد الله بعبده شر نقعسن الله شي لين ود لأحا أمسك عليه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة الله تنقنوش تنتلتين القنوش إيش تنقع عدت تنخ تيرا دنيا نعتن بيقم تبش حتى يوافيه به يقنوش توتنا قاچم بلش بيقم برحامة قيمة دينا هر حديث غير حديث ناق معنى نقاها تصدق تعجب نيسة ده تقون نقاها معا هون دالشا الله عز وجل شي ليشن ودي شوات
يا مثلا تيجي شرح ديز حديث ديوتشينا للاحا شامتن حديثنا علم شنا إذا شامتن تانا نيسيات أوتن حديث شاغيل حديث تو هنداج الله عز وجل شيء ليشنا ديك ودا لو شوات إذا لا شيء قدر ثاني شيء علما ثاني ديك خأسن شيء ليش ملخ قوتير حق دولشو قلت يشين بيقم خل هنداج بيمر عليه الصلاة والسلام شيء قيش حديث عم قالر الشر ليس إليك علاقته وهما حيوك دلشتات أو خيط خديل تلتها وقال بعضهم إيش سبول شر الله وإن تبدوا ما في أنفسكم بوصل الآية يعني ما في قلوبكم مما عزمتم عليه شو دقنش دولشتل هما مما عزمتم عليه شو إدج أغوى خليول يعني بروستا هندك شو تسندل هم دات إزباسر أما هندك شو دي أندول هم دو إذا إدحا نية خلدول مما عزمتم عليه آلشا قد ترجوغ إدحا ويل خليول هم دو قز أو تخفوه يحاسبكم به الله يأش قيل دي عندول هما تنخشن الله حيسب ديدوشن لا وإن تبدوا ما في أنفسكم آلشا أش حقوش داقح شي دقنش شو دق بوغغ تن معندو باخ خزاحا شو دقنش شو يعني شو دق دي عندهم دج وخلهم آل يا أش قيل دي عندهم يحاسبكم به الله عشان تنحيسب ديدوشن ولا تبدوه وأنتم عازمون عليه حجلا ولا تبدوه وأنتم أش إذا قيل أش إذا قوش داقردات وأنتم عازمون عليه شو إذا جاغ وخلا يلش يحاسبكم به الله شنو حيسب ديدو سنخة فأما ما حدثت حجلا ولا تبدوه أش إذا قوش داقردات وأنتم عازمون عليه خزع موخردو شو إذا نية جاغدل شيء بين بوكسن يحاسبكم به الله شنو تنحيسب ديدو تويست أش شو دق جاغدل إهم دا يطول دا حقوش داقشة شنتنا الله عز وجل حيسب ديدو فأما ما حدثت به أنفسكم أما شو دق شو دوسن دول هما شو دقنش كده أندول شو دي أندول هما مما لم تعزموا عليه شو إده نية خلق دوش الدقن حون دق شو هم تسي مثلا وين ما خأرة شيء نو دق وهم شتوس حاسين وهم دق توس إن النفس لأمارة بسوء بقى الله حسا حون ونك دي الأمر ديشتو أقا إيشت أتكيبر إز خلاحة حون دق شو تسنهم خلاحة جورس يا الله نعم أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بس أسكيبر دوشتل هما حايدا نية خلا دوش بروستحون حسينو دك تسنهم يشيتنو دك تسنهما إذا الله عز وجل حون حوغر بيحك بقر بوش بلهم نشتحون لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله هو تنخ تكليف يشوات يعني سنجرة تنتهم دول شوات إلا وسعها تنزقو شكبهم ولا يؤاخذكم به تو تنخ شنا يا بيقم بيرباحشن يعني هو تعازبت دليله قوله تعالى تدلل الله دوشتو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم هر آية عدغندو وقال عبد الله بن مبارك سبوخ قلت لسفيان شا عبد الله بن مبارك شا سفيان إيلر شابو أيؤخذ العبد بالهمة دقدي أندل هم بحندل شا ليجر دال برت خاطر بويا تنبيقا بير بوي قالت إيلر إذا كان عزما أخذ به نقعسن إيهو دقدي أندل هم ده تنية خلاحة أخ تنقر دال تنخاطر دو وقيل تعبول شهر الله معنى المحاسبة الإخبار والتعريف محاسبة قاية قاعدة عندل محاسبة دوي أشقيل ده عندلهم يبيلق الحال دلهم نخ دال شو نحيسب دي دوشن بوخش دل معنا إذا الإخبار والتعريف إذا شو دخا أيتر شو دق دي عندلهم والتعريف شو إذا بق ديتر تويشل ديتر دو إزباخ هون هرم دق دي إريال الله حيوك خاطر دو بو أحد أقوبل دي دوش إذا أسئسوني دق دي إريال ومعنى الآية وقاية المعنى وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به
وإن تبدوا ما في أنفسكم أشا شيدقنا الشادلهم بلغل دقها فتعملوا به. هو آية معنا دا حدا لشتهينت إمام البغويس أقا فتعملوا به أشتنز عمل يحا أو تخفوه يأش إز قيلحا مما أدمرتم ونويتم أش قيل دحان دوش خلدل ونويتم إشتش النية خلدل إهم ده يوهم ده يحاسبكم به الله إشتم ديكم خلا إيش يتقع يحاسبكم به الله شنتنا حيسب ديدو ويجزيكم به توشن تنخ بيقن بيربو ويعرفكم إياه توشك إذا مقرلو دوتردو أتنقع ثم يغفر للمؤمنين إظهارا لفضله توقع الله عز وجل إيمان دلن بولشناخن جتش ديردو شيغر كوميرشال دعويتش ويعذب الكافرين إظهارا لعدله إشتكرسناخك عازب عوشتردو تو شي نيسل دعو شي نيسو دعويتش وندالش الله تكرستل دينو وستقى يحق شو الله عز وجل تنقى عازب عوشيت. وهذا معنى قول الضحاك. إذا الضحاك سأل لك قالش معا ضحون إذا ويروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما إشت ابن عباس قردوت إذا يدل عليه إشت تسوت أنس بيش أنه قال سؤال لير الله يحاسبكم به الله ولم يقل يؤاخذكم به. الله شن حيسب ديردو دلح تو شنا تنخ بيقم بير بات شك عازب عوش تردات بو. والمحاسبة غير المؤاخذة تاق حيسب دره إذا حيقحون بيقم بردات حنبو. والدليل عليه تندلل هدو ما أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي أخبرنا أبو سعيد الهيثم ابن كليب أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال كنت آخذا بيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فأتاه رجل صفوان بن محرز باخ شا تاق عبد الله بن عمر كوج حالات ورشا بوخ يستستقوي إرتنته فقال سؤالر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى هون هو خيز ديل يلش نيجر عليه الصلاة والسلام تو النجوى حقه ألق النجوى بوق قيل ديشت القمي يشتقش فقال سؤالر فقال سؤالر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سونا ديل يشنع عليه الصلاة والسلام أول شخزر إن الله تعالى يدني المؤمنين يوم القيامة حتى يدع عليه كنفه يستره من الناس. الله عز وجل إيمان دلن وستق يعني مؤمن استقى قيمش دينا جرقوا الورو تو تنتع بردو دلت كنف بوشتك إذا بردو ستر يوقع الشيء تو تنتع بردو دلردو يستره من الناس تو إذ ناخخ قيل حور والش ناخخ تو إذ قيل وقر والش ناخن تجيت الحامة تنقع خيل دولا تعدو الله غالش مثلا. فيقول تأخذ إيردو يعني الله عز وجل إيردو أي عبدي أتعرف ذنب كذا وكذا هيس لي حون دوزي هر أعدين خلو الهرقة هرا قدوزي حون. فيقول نعم دوشن أي ربي ثم يقول أي عبدي نعم أي ربي إيدوتو هيس ديل إيدوتو. ثم يقول سلطة الله عز وجل إيدوتو أي عبدي تعرف ذنب كذا وكذا إشت هرا قد أوزعون إيدوتو. فيقول زيدو نعم أي ربي أي سديل إيدوتو. حتى إذا قرره بذنوبه تاق توشي شامل وقنو عشان مقل ودين شينحا ورأى في نفسه أنه قد هلك تنخيت شينح شاهن خلق أل قال الله عز وجل إيدو فإني سترتها عليك في الدنيا وقد غفرتها لك اليوم. أس دنيا نحون حوخ يشقيل دحر تخنا أسحون أتقن وشاقيتش دي نحون أل. ثم يعطى كتاب حسناته سلطع الله عز وجل تنكر دعالو دو تندكنش يازين دو الكتاب. وأما الكافر والمنافقون أما كرستك إشتا منافق ناخ فيقول الأشهاد تاق أشهاج إيدو أشهاج ملشبو إشا تشخل بول ناخ تشخل لشبوش ملايك شخ
بيغمر شخا اشتشامل دول خلق أخا تار دين دول قنوش جن خلبال تار ايدو هؤلاء الذين كذبوا على ربهم هرشبو شيدان تخارتو قلن خلبال ألا لعنة الله على الظالمين نعل دق بقلا نعل دق ظلم خوشنا سلطة قوله تعالى الله دوشا فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بوشتك رفع الراء والياء أبو جعفر وابن عامر وعاصم ويعقوب هقارا أقمت حمد دار شيز يغفر لمن يشاء ويعذب سمعت تعدك دوي رفع الراء والياء بوشتك رفع الراء يغفر هردو والياء بوشتك ويعذب لك دوها متى يعذب سلطة وجزمهما الآخرون تارشن جزم دينا بسنشار إذ مودنا هون ألشا حجلا تارشن فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الجزم دينا بسنشار والرفع على الإبداء والجزم على النسق بو الرفع دوي إذا هردوحر مبتدأ دوسان دعدوش أتون دين دو قزع بوتو هر آية مبتدأ حول عدولش سن أما جزم دين شارع على النسق دينا نسق بوغدو عطف ديش بدولج ديش دوغاها يحاسبكم دين دول يحاسبكم فعلا دين دول جزمة تون قدعة بدولجيني يشا عطف ديش هقع تبول قرها شتنا هو تنا جزم دينا تاقا وروى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم الله عز وجل جيش توشين لأشنا تندقل دلقن ويعذب من يشاء على الذنب الصغير شين لأشن تنجم دلقن تحنا الله عز وجل عازب عوشيت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والله على كل شيء قدير قيش آية قاعدة أن مخلرة الله يقر تحمو خواتش دات تو ديش دقا أما الله خواتو على كل شيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون المخلي الله خواتو دو تارقا والله على كل شيء قدير الله هو مسهم عن يسقوش سورة الأنبياء قاعدة أن مخلر قوله تعالى الله يدوش آمن الرسول بوش دقا أي صدق بقدنته بوغدو إذا بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله يعني بيغمرو بقدنا شيك دوسن دقا شي ديلير إشتا إيمان دلن بوش ناخا كل آمن بالله تار مسر الله إيمان دلن يعني كل واحد منهم تير خورما إيمان دلن ولذلك وحد الفعل تندر همتا فعله مفردا قعيالي نحن با آمن والملائكة وملائكته وكتبه ورسله قرأ حمزة والكسائي يعني اشتتار إيمان دلن الله ملائكة كتب شتا اشتتن بيغمر شتا قرأ حمزة والكسائي كتابه دي شتار وملائكته وكتابه دي شقار حمزة كسائيس على الواحد تحن مفردا قح يعني القرآن قرآن درتن تانا تنالوش القرآن دربو وقيل معناه تحبول شاتن معن دباغ الجمع منوجستن جسلو كردوي وملائكته وكتابه آلتار إدي شرط حنا تقع تنالوش جمع دو الله علم شتا وإن ذكر بلوز التوحيد إذا يدين سنم جسل إذ حقين دلاحة كقوله تعالى الله عز وجل قيش آية قام الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بودال قاية تارتا يعني الله عز وجل بيغمر شباح كيتر قابق شقيرم توشا تارتاني كتاب دوسير مدو يوقعدين دلاح تارت دوسينك تيبن كتاب شتو دقا كتاب شتو يعني كتاب الله أدو لقع آية قاع تحب القراش سنالوش تك جمع درباحتا سلطع وقرأ الآخرون وكتبه بالجمع تبول شار بسان شار وكتبه على جمعا ثاني ده شيء كقوله تعالى ده القرآن جمع الله وملائكته وكتبه ورسله على حقاية محمد هذا سورة النساء شو هذا أنا إشت
لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض. يعني أو بيمرش نقع قاستم بيشبه تشن باه تار أو تحبول شارت إيمان دول شو خارت كيرستل ديش كما فعلت اليهود والنصارى. وفيه إدمار وتآية تنجح حولد معا دحون تقديره تنالوش تقدو يقولون لا نفرق تار بوخ أوخ استوش باتل. وقرأ يعقوب دشة لا يفرق بالياء ويكون خبرا عن الرسول. لا نفرق مدري تعوي دشة لا يعقوب لا يفرق آل دشة إذا فعل ديل إلشن عليه الصلاة والسلام يحوش بيمر عليه الصلاة والسلام آل سنخدو إزبو أو معناه لا يفرق الكل دلحت يتن معن خردو بو لا يفرق الكل إشامل بشبوي تار قاستم تبوه وإنما قال دلح أل بين أحد وإنما قال بين أحد ولم يقل بين أحد. حكمت آية نقع ما أل لا نفرق بين أحد ما أل باخ أحد ده ما يدين سنة تشسلو دوقز ولم يقل بين أحد متأل أحد جمع دو لأن الأحد يكون للواحد والجمع. هنداج أحد بوشتول دوشة تحن أدمن ليلو يشويز تحن ليلو يشويز مسان ليلو يشويز. قال الله تعالى لقصيد عوج الله دالبو فما منكم من أحد عنه حاجزين فما منكم من أحد مضيه قاية نجاح. وقالوا سمعنا تار إيلر تخون خزك قولك حدوش وطعنا أمرك حأمرا تخمت أخلا. روي عن حكيم عن جابر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية تاقى حكيم قرأ ديسن دهر حديثة جابر بن عبد الله ديسن الله ريز خليل تارشن تاقى جبريل عليه السلام ديل إلشنك إيلير بوخر آية توسنشنا إن الله قد أثنى عليك وعلى أمتك فسل تعطى. الله عز وجل خاستي نحونا حو أمت فسل تعطى أعديخ الله يقت ولردحون أعديخك. فسأل بتلقين الله تعالى فقال غفرانك تو الله يقديخر الله تندقتس دولهم أنت فقال تؤير غفرانك يشتني حقيقة هي تمساتيس قوخل. وهو النصب على المصدر إذا مصدرا دين دول نصب دوئز تاقى أي اغفر غفرانك بوكسن جيشتي أحا حي جيش درت أو نسألك غفرانك يا مثلا أحا ألش موخدر أو دوخ حوغا جيش در أل حجيش در. ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ظاهر الآية هو آية أن ظاهر بلغل دقود قضاء الحاجة حشت وقوشر الله عز وجل بسول بنيخ. وفيها إضمار السؤال حق قحا خطر قيل دحدون كأنه قالت ألسن وقالوا لا تكلفنا إلا وسعنا تار إيلر أحتون تمد الله إلا وسعنا تنسقو شكبهم. وأجاب تختو جبت الله أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله عز وجل سن تدلش تحتون تنسقو شكبهم أي طاقتها تنسقو شكبهم. والوسع اسم لما يسع الإنسان. وسع بوشتل دوشت إذا تأيو أدمي نسقوش بولو هم نخولش ولا يضيق عليه إشتا تنقت وتنخولش يوتشل. واختلفوا في تأويله تاقأت آيتنا أزدشنا شنا تفسير درجة علم شنا اختلاف خلا. فذهب ابن عباس رضي الله عنه وعطاء وأكثر المفسرين تاق ابن عباس اشتا عطاء قبل دقاب المفسرين دقوه بالمفسرين تاره قال إلى أنه أراد به حديث النفس الذي ذكر في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هقون قحلو اشتاقوت آية تنقحا لا يكلف الله نفسا بو اشتاق النفس دوي تقالو اشتاق ازدرحون باختار
إز درهون باخ تارا الذي ذكر في قوله هق الله دش نشكحه في قوله تعالى الله دش نشكحه خين خلدول نفس دوي يقول دوي إدحون تنخلوش تكباهتو وإن تبدو ما في أنفسكم بوش تقول أتنقح أو تخفوه كما ذكرنا ويحق مدر خلحل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال هم المؤمنون خاصة. ابن عباس إيشا قاستن إيمان دلن بولناخ بباوش وسع عليهم أمر دينهم الله أهدنا تانا تيردين بلخش ولم يكلفهم فيه الله تانا تحتير نتق تقوشك تيتدلنا تان إلا ما يستطيعون تير نتقوشك بهم يعني الله تان تتدلنا إلا ما يستطيعون تير نتقوشك بهم. كما قال الله تعالى الله عز وجل ما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله شنا أهتو بيشو الله شنا خلو يشوات. وقال الله تعالى لقسيلا وش الله دالبو وما جعل عليكم في الدين من حرج. الله شن دينها قد وتينشن هر دين أهتشن دال شن تدلنك خوش دينشحن دال نهي دينشن جين دولشحن دال أمر دينك خوش دينشحن حني تقوشك الله عز وجل تدلن داهتون. وسئل سفيان بن عيينة عن قوله عز وجل. سفيان بن عيينة خاتن خلا الله الدشخ لاتنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بوشتل. قالت سئلر إلا يسرها الله حون أدلن دات إلا يسرها أتدقبم ولم يكلفها فوق طاقتها. الله تنتدل نحن تنتقو تشل صونخ دق. وهذا قول حسن هدك دوشتعون لأن الوسع ما دون الطاقة هنداج وسعة إذا نتق تقوشتل نتق تقوشتل هم دو إزباحتو نتق تقاشر دوي أتن تقوشتك دو إزبوتو است أتو بوقز دوت ديش. قوله تعالى الله دوش لها ما كسبت بوشتك أي للنفس ما عملت من الخير لها أجره وثوابه. سندو تو ينخل العمل ديكيو العمل لها أجره وثوابه تنقطن يالخير وعليها ما اكتسبت إيش تندع الخير دو تو دقن دولو قنوا الشهدك من الشر وودلهم نخا وعليها وزره تنقط سن خير دو أتتدين دول وهم نخا ربنا لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا هاي تديل أحطونا بيقم مبيع إن نسينا تخديتصلح جعله بعضهم من النسيان تعبوا شارة إن نسينا بوشتل هالفعل نسيان ويتولر تيرا أتون تير داقن تارقون معا الذي هو السهو إذ ويتولر السهو إذا ويتولر دوستك. قال الكلبي سبو كانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيئا مما أمروا به وأخطأوا عجلت لهم العقوبة. بنو إسرائيل شي حال مودربا تان شين أمر دينك تان ديت دليحة يا إشغالت بوليحارة تان بيشبول بيقم سيخبور الله عز وجل. فحرم عليه من شيء من مطعم أو مشرب على حسب ذلك ذنب إشتا تير دارخ ملرخ دوشتل هم نخ تدق تان حارم دور تار دين دول قني حجا. فأمر الله المؤمنين الله عز وجل إيمان دلنشناهن أمر دين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك. تارك الله ديخر الله أمر دير تارك ديخ شيك ديخ أجبنوا إسرائيل شكردالة تان بيقن بيشخل بول هم داري تاجر داقشل دول شنقة إذا شين جتش دي عدت شين وقيل تعبول هو من النسيان إذا ويتولر دبوه الذي هو الترك عد تربو معا تاني تحوم عد ترك كقوله تعالى الله عز وجل ما قال نسوا الله فنسيهم تار الله عد بتر الله إيش عد بتر تقال. قوله تعالى الله يدوش أو أخطأنا بوشتك قيل معناه تنمعن دبوغ علم شناس حبو شارة القصد والعمد أو أخطأنا طوالت دالر بوشتك القصد والعمد
لألوش نية تاني بلغة لدين دول غالط تو إسبا. يقال مثلا أولش طعن أخطأ فلان إذا تعمد حاني غالط ولا إذا تعمد غالط ولا تو بلغة لا خأخوش إزوال خلع شغالة ولي خأخوش. قال الله تعالى لقسيل عوش الله دالبو إن قتلهم كان خطأ كبيرا. سورة الإسراء شدين آية دور إن قتلهم تار بيئرشة كان خطأ كبيرا ألشة عمدا قزع عمدا تار بلغل خأخوش ويردو إز المعان دا قنتن دلاها كنا لوشتغا إثما كبيرا المعان تار وير كان خطأ كبيرا اسما كبيرا دق قدر إزال. قال عطاء أصبو إن نسينا أو أخطأنا بوشتغا يعني تنالو اشتغدو إن جهلنا أو تعمدنا ال تخونك سن تخو اشخلاح أو تعمدنا يأوخ بلغل خأخوش إزدناح. وجعله الأكثرون من الخطأ دق بولشار إذا غالتخ يقدحنا إذ الذي هو الجهل والسهو جهل ويتسولر يقدوشتل. لأن ما كان عمدا من الذنب فغير معفو عنه بل هو في مشيئة الله. هند ألشا بيلغل شالت تويخو شلتين دولقة فغير معفو تناجيش داشتاتحن بل هو في مشيئة الله. مخلي إذا الله لا أمن يلعدو إذ الله شين لا عجشتي لو تنخشين لا أحا عازب عوشي تردو يعني توب دين دوش دول قدو قزالو اشتك قوب دز دول قدو قزالو اشتك. والخطأ غالت والر معفو عنه إذا جشتشتو الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ديل اشنالق عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. سأمة دعا إدينا الله عز وجل يعني تان قته تان تنخبيقم خربوش قني لورر دوشة. الخطأ غالت والنسيان ويتولر وما استكره عليه تارجا نتقش ديتن دلهما. قوله تعالى الله دوش ربنا ولا تحمل علينا إسرا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا بوغ أي عهدا ثقيلا شوخلل شاغو ما يتعتخيغر وميثاقا لا نستطيع القيام به إقوش يتخنيت قوشر بوشيل فتعذبنا بنقضه وتركه تقع تخون عازب دي دوشة أوغ إيجاغ يوخيرن أوغ يعدي ترن كما حملته على الذين من قبلنا يعني اليهود تخل حلخل بولشان أعزت أدلن مخلر جكتش يعني خلنا لوش بك جكتيبو فلم يقوموا به فعذبهم فلم يقوموا به تار قوش سير إجاغو الله شن تيلن خلل فعذبهم الله سن عازب دير. هذا قول مجاهد سأل ظهر عطاء سأل قتادة سأل السدي سأل والكلبي وجماعة اشتا قبل علم شنا. يدل عليه قوله تعالى أسن تنس وش الله دوش نحن وأخذتم على ذلكم إصري آلر أي أش أتمن قاع سيوغر جاغو حييتر آل أي أحدي سيوغر جاغو إيتر أش دو لقع إصرن بوش دقا ميثا قلرن دليلا دالوش تقو هر آية قزح جاغو إسخلر. وقيل تحبول شار آل معناه لا تشدد ولا تغلز الأمر علينا. قلنا لوش تقدبات سارة أحجاغ مدي أحا تخون دقشوغا مي أحا الأمر يعني إسلام دين أمر بولخ دال تدلش الأمر دقزة علينا تخون كما شددت على من قبلنا من اليهود. الأمر ده سوقع دين دلوش تق عجلة لا تشدد ولا تغلز الأمر قزالوش تق الدين دو أحتخون يجاغ مديع دوق شوغ مديع تخون ديننا تخون تاحا قد حلخل بل جكتشن أحا يجاغ دين مخلر. ذلك أن الله فرض عليهم 50 صلاة وأمرهم بأداء ربع أموالهم في الزكاة إذ درحون الله عز وجل تان تدلن در ديناحا شوز إتلا مزدأ شيء دخنينا دي أولا داق زكاة عدل رأى
ومن أصاب ثوبه ومن أصاب ثوبه نجسة قطعها شي بدر نجاسة يوج خل شو إمتك خادين دعياقيش خلشي بدر تير. ومن أصاب ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحوها من الأثقال والأغلال. قلتين خلوص تقوي إذا عورن قولر تنقى دعدا زيندولش تن نعرتح ونحوها يا أتسكي بردوشتل تنقى دالدلقى تن نعرتح عياسين خلر من الأثقال والأغلال مكتوب على بابه ونحوها من الأثقال والأغلال. أثقال أغلال تحمان دوقع خلونش قطونش تاني دوي. وهذا معنى قول عثمان وعطاء ومالك بن أنس وأبي عبيدة وجماعة، يدل عليه قوله تعالى إيش تنتنس بش الله يدوش طعون ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليها. الله عز وجل دعا يدو إسرهم يعني تيقى والأغلال إشتا أوقع قنوش ما عندوتن. نعم أقى ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. عجلة ويدع عنهم إسرهم ماش الله تعالى دعايدو إسرهم ماش كل ما يثقل على الإنسان أدمن ملخ خلدهم دوي من القول والفعل دوش خليلس يتوديشتهم نخليلس. إذا تانتي دعايدو شابو الله عز وجل والأغلال أشا أغلال إشتا إذا يزل يؤس ملخ يزل يدعي وقتا بو الله عز وجل. وقيل تعبو شار الله الإسر نعم تعبو شار الله الإسر ذنب لا توبة له. إذا قدو الله تار شينا توب دين دوشتل قدو إزباخ معناه معا خدو اعسمنا من مثله أحطولر ديحة أتكي بردوش قنخ. والأصل فيه العقل والإحكام. أصلا قاعد نقولش تقولوا العقل حيقل والإحكام حكمتي خلر هون باسو خدا إسر بوشتل دوشتي تن أصل دباسو عقل حيقل يا إحكام يا حكمتي خلر. قوله تعالى الله دوشة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيقه. يا الله أحتكون إما يلا عمل شأ يشقوشة خنيت قوشر بوشيل. وقيل تعبوشر الله هو حديث النفس والوسوسة هو حديث النفس والوسوسة يا والوسوسة لا وسوسة نيسخلو. إذا حسنوا دشت القمل لويس إشت وسوسة إز حكي عن مكحول جرديتنا أنه قال سؤال هو الغلمة هو الغلمة الغلمة بوش تقولوا شدة شهوة شهوة إز وعن إبراهيم قال هو الحب إبراهيم بيزنبوبا. وعن محمد بن عبد الوهاب قد أنا كدو قال توبو العشق إذا تخج بيزنبوقز. وقال ابن جريج سأله هو مسخ القردة والخنازير سبحان الله. إذا مسخ بوش تقوزع تحويل بوغدشون ميملش حقرشي يردري أتيرخ بنو إسرائيل إز دبو قوزع الأشتاق ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بوشتاق مسخ القردة والخنازير. بس بنو إسرائيل شخا تيرا ميملش حقرشي ما يرتخون تفخ يمدي لحني. وقيل تعبو شاء هو شماتة الأعداء. شماتة الأعداء إذا مستغشو حيوك تبيزم خلر مو هنا زلراتство أولزنا версия موتا زلراتство врагов يي إز يقزالو شغال تعبو شار. وقيل تعبو شار بو هو الفرقة والقطيعة نعوذ بالله منها. إذا
بيقبلر دو إسبوع بصلبنا بيقبلر نعوذ بالله منها ويلرلق الله تاني أت بيقبلر شخ لقسيل عوض الله دال شاريز وشو نيس وانتحا جاهدو الوي وشهتوه الوي قوله تعالى الله دوشة واعفو عنا بوشتك أي تجاوز وامحو عنا ذنوبنا جتشتي أحتخون تجاوز بو جتشتي أحا وامحو عنا أحتخون تير دعدق ذنوبنا تقنوش واغفر لنا استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا أحقيل هو تقنوش ولا تفضحنا تقنوش جوش مداخ وارحمنا فإننا لا ننال العمل إلا بطاعتك جشتي أحتخون يا الله بقلا تخو لا ننال عمل تخو عمل قوشر مده تخو إلا بطاعتك حون متع خلرت بم ولا نترك معصيتك أوخ عيس خلر عدو ترمدات إلا برحمتك حق خي تمسأ بم أنت مولانا حوق تقيل ناصرنا حوق تغونج وحافظنا تولرد أشوك وولينا تولي فانصرنا على القوم الكافرين كسنا دعتول ملوعتهم يا الله روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل غفرانك ربنا بوشتل قال الله تعالى لقسيل عوش الله دال ألق قد غفرت لكم أسجشت نشنال وفي قوله لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بوشحا قال لا أؤاخذكم أشو أتقن وشنا ليتر داحشن إيلر بو الله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إسرا ألشا قال لا أحمل عليكم إسرا أشجرة خلوان دقر داحشو أل ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال لا أحملكم أشو شنت تقوشك شنت أدولر داحشن شجر إز تريبو وتي داحشن واعفو عنا جشنيتكم ألشا إلى آخره إشق دالة قال الله عز وجل إيلر قد غفرت عنكم أسجشت نشن وغفرت لكم وقد غفرت عنكم وغفرت لكم أشن جشت نشن ورحمتكم ونصرتكم أشن قنغية بنشن ونصرتكم على القوم الكافرين كسنا غد عشان طولا بلشن شاء الله أبو عز وجل ابن عباس قال نقدر وكان معاذ بن جبل إذا ختم سورة البقرة قال آمين معاذ بن جبل سشا سورة البقرة ديش شوطيها آمين أولر بوخ آمين يا رب العالمين أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر أخبرنا عبد الغافر بن محمد أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان أخبرنا مسلم بن حجاج أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو أسامة حدثني مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن علي ابن مصرف عن مرة عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى ديلشن عليه الصلاة والسلام استقل حلوة قنشينها إسراء يولشينها إسراء والمعراج والخانيق تاقا انتهى به إلى سدرة المنتهى سدرة المنتهى أو شلا يلسمن يول متجو إديتوي سدرة المنتهى أو شلا أتمتي قاتشل تحلو يجير إزباح وهي في السماء السادسة سدرة المنتهى إديتا ورخولو يلخولو تغلان تحدو إز إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها سدرة المنتهى تحلقوش ما يعرج به من الأرض لا تنتر حل ميل يقشل حل ميل دوشل هم دوي عملش حل يوش مخلر مثلا حديش كعدين مخلر فيقبض منها تاقا سدرة المنتهى تيرا حيوتشو نيخ عملش لقسي لعوش الله دا وإليها ينتهي ما يهبط به فوقها فيقبض منها إشتا سدرة المنتهى تحا سوتشيو ما يهبط به
أتي وحيو شلهم ورخولا تقل يعني الله جرى الله أمر دو قزال أشتك الله أمر ده تو نهي درا يعني ملك تو دشت الأمر إشادق السدرة المنتهى وحده أشتو لقر فيقبض منها يؤثر حق يشتو إشادق ملك شاء هالحديث صحيح مسلم شادين حديث دشون هالحديث سبحان الله بيلقل دليل ظهره الله عز وجل ورختقل يخلع خلر شي عشته سبحان الله الله يعلو بيلقل يولش بيلقل حديث دور سبحان الله إشت ملوك دو إشت يوم دلاحة جاهل ناخا الله نيسون دي تبع قن برشا سبحان الله نيسون تبع رزقش تاختول داحة فيقبض منها قال تاختول دابو إذ يغشى السدرة ما يغشى الآية حدالش توق متها تلتها قال فراش من ذهب إذ يغشى السدرة ما يغشى الشا قلنا لوش تجا فراش من ذهب دو الله دشي دو تناهدين دولو تناهين يلو تناهين بن بول منك بو إسال قال وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا أقا هردوش وجا عبد الله هو أتوبو ديل عشان عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود وبو شو صار ديل عشان عليه الصلاة والسلام ديل عشان عليه الصلاة والسلام قهم للربو الصلوات حجلا أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا الصلوات الخمس خلامز وأعطي خواتيم سورة البقرة لا حجلا أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا الصلوات الخمس أيضا قاوة خلا مصدر الصلوات الخمسة أيضا نيس وخاله وأعطي خواتيم سورة البقرة إشتا سورة البقرة تشقيوي يشقدوش الآية إيش دليرتون باه إن سرويتان ديشتو آية وتحرد شيء وغفر لما يشرك بالله من أمته شيئا لا وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات إشتا الله عز وجل تن أمتنا شرك دوتك قدول قنو عشان جيتش دليرتون باه المقحمات بوشتك الكبائر الذنوب باه ومتا مقحمات يعني حتى تن أمته ديل تن أمته دين دول دقيق إنه عشا يش شرك دين ملبوته إذا تانا الله تان جشتر تان جشتي دوش خلر شادلر بو لا القرآن شعما الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله شين عبادة ترادي شوور شرك در جشت شواتشا أما قمل دول إنه عشان جشتوشا شين لأچن بو الله عز وجل أخبرنا الإمام أبو علي الحسين ابن محمد القاضي أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن حسين الإسفرايني أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ أخبرنا يونس وأحمد بن شيبان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه سورة البقرة شرط أحر دين شي آياتو إشي آيات ديش خلوغا بيسن كفتاه تن إشي قاش ميخير دوال أخرجه البخاري ومسلم أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أبو منصور السمعاني أخبرنا أبو جعفر الرياني أخبرنا حميد بن زنجويه أخبرنا العلاء بن عبد الجبار أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا الأشعث بن عبد الرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعمان بن بشير دوش حديث ديلش عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض الله عز وجل كتاب يا زنيرة
استقلنش لا تقول لي بألفي عام شئزر شحلخ فأنزل منه آيتين أتير الله عز وجل شيء آية توسير ختم بهما سورة البقرة سورة البقرة شقداقش فلا تقرأن في دار فلا تقرأن في دار ثلاث في دار ثلاث لا فلا تقرأن في دار 3 ليال فيقربها الشيطان. نعم حسم چوها إز قوز ديوشر مداست يعني قوز إز ديشها أتون شيطة جرق دور داست بو إز ديشها. الحديث غير الحديث تو ده إما سنة ألباني ساحدو إز الله إز ترمذي ساحدو إز الله. تقوتها وسورة البقرة شقتيلي لقسيلا وش الله دالا شيد وعدل ومل ديش شرك ومل عامي نجا أقول خوين بيد بقول لقسيلا وش الله دالا داخ إن شاء الله يخدر سنجعة آل عمران عدو الوردوي يقول حلق ما قال لرا هين سر بقرة سورة دويشن عسنا تعيول متك شتوق بدرو بنش تسلي سيوشة مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوشتها مثلا تيجا معن دا أقر داتوي يا حاني خار إيلر بوش تيجا معن دا أقر دات تعيول متك شة معن دا أيش يات الخيط شل مش عدو تروي أما وبشم سميسل دا قستنا شيء معن خيش خربات قال خيط شل متيجا تيجا معن دا قش جوش ده شدا هردوي ديسندول تفسير أقود أحوي ملا سيخو خلي ترحم وندال شهر وي بقرة سورة ديش شو دحق إمام بغوي سن أسلوب قتوي سن صحيح ترى سن تفسير مو دحوشتو دقة ديك خبرة خلوين قلنا ديك فايدة خلا ديك قيتم خلوين سن در إن شاء قدعة وين قلت رأت خردو الله تيش نصو قد اعتقنا قاچن بيربوي وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.